قبل ما يكون في ابو تريكة ولا صالح سليم ولا الخطيب، كان في راجل واحد شال الاهلي على كتفه. اسمه محفور في ملعب النادي، لكن حكايته اكبر بكتير من لافتة على سور الاستاد. النهارده هنعرف ليه اسمه بقى اسطورة. مختار التتش اسمه محمود مختار رجب، اتولد سنة 1905 بحي السيدة زينب. لقبه التتش جه من مدرب أجنبي شافه صغير وبيتحرك بخفة في الملعب فقال تاتش، ومن ساعتها بقى اسمه التتش. التتش كان أحد نجوم الكرة المصرية وله شخصية قوية وروح قيادية عالية من وهو لسه صغير. انضم للنادي الأهلي سنة 1922 ويدوب وهو لسه عنده 17 سنة. ما كانش مجرد لاعب، كان قائد حقيقي بيعرف يرفع الروح المعنوية للفريق كله. شارك في أولمبياد باريس سنة 1924 ووقتها كان رمز للكرة المصرية. لعب للنادي الأهلي 15 سنة وسجل أهداف كتير لا تنسى. كان أول لاعب مصري يتم تعيينه كابتن لمنتخب مصر. في سنة 1944 كان الاحتلال البريطاني في فلسطين، لكن الأهلي قرر يسافر هناك ويلعب ماتشات ودية دعما للقضية الفلسطينية. مين اللي كان بيقود البعثة؟ هو مختار التتش بنفسه. رحلة محفوفة بالمخاطر، لكن الأهلي راح ومثل مصر هناك، وكل ده تحت قيادة التتش اللي أثبت إن الأهلي دايما في صف القضايا العادلة. بعد ما اعتزل الكرة، التتش فضل قريب من النادي، اشتغل في اللجنة الفنية وشارك في تدريب أجيال بعده. كان دايما بيقول اللي يلبس فانيلة الأهلي لازم يعرف قيمتها ويقاتل عشانها. التتش توفى سنة 1965، لكن اسمه لسه بيعيش جوانا. كل مرة بنعدي من جنب ملعب الأهلي ونشوف اسمه على الباب بنفتكر إن الأهلي مبني على ظهر ناس حقيقيين. الأهلي يا صاحبي مش مجرد نادي، ده تاريخ. ناس زي التتش ضحوا بكل شيء عشان نلاقي الأهلي في القمة. لو عجبتك الحكاية ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة واكتب لنا تعليق وتقول لنا ايه اكتر حاجة عجبتك في قصة مختار التتش. وفي النهاية الأهلي دايما في القلب. سلام.